يعمل وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حاليا على إعداد لائحة اللاعبين الذين سيوجه لهم الدعوة للمشاركة في مباراتين وديتين أمام البرازيل والبيرو المرتقبتين على التوالي في 25 و28 مارس 2023. يرتقب أن تشهد لائحة لاعبي المنتخب الوطني المغربي لمواجهة البرازيل والبيرو الكثير من التغييرات، إذ أن المعطيات المتوفرة حاليا استنادا إلى بعض التقارير الإعلامية الأوروبية تشير إلى اتجاه الناخب الوطني وليد الركراكي نحو دعوة لاعبين جدد لحمل قميص الأسود لأول مرة. وفي هذا السياق هناك 4 لاعبين مرشحين لحمل قميص المنتخب الوطني لأول مرة. إسماعيل صباري من مواليد 28 يناير 2001 في مدينة طارس الإسبانية، من أبوين مغربيين، يلعب لفريق بي اس في اندهوفن الهولندي، متعدد الوظائف حيث يمكنه اللعب في مركز الهجوم وأيضا في الجناح الأيسر ووسط الميدان. يحمل إسماعيل صباري 3 جنسيات: الإسبانية والمغربية والبلجيكية، إذ أنه ولد في إسبانيا من أبوين مغربيين وترعرع في بلجيكا حيث لعب لمجموعة من الأندية من بينها أندرليخت وميلشين وجينك قبل انتقاله سنة 2020 إلى بي اس في اندهوفن الهولندي. وسبق لإسماعيل صباري اللعب للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 16 سنة، والمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، والمنتخب الأولمبي. إسماعيل قندوس من مواليد 12 نوفمبر من سنة 1997 في مدينة ليل الفرنسية، يلعب لنادي رويال يونيون سان خيليوزي البلجيكي، يشغل مركز مدافع. سبق له اللعب مباراتين مع المنتخب الوطني الأولمبي في التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو. وكان وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق وضع اللاعب إسماعيل القندوس في اللائحة الأولمبية للنخبة الوطنية قبل المباراة الودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أسقطه من اللائحة النهائية. ويرتقب أن يعزز إسماعيل قندوس تشكيلة المنتخب الوطني أمام البرازيل والبيرو في إطار سعي الناخب الوطني وليد الركراكي تقوية دفاع النخبة الوطنية. مهدي بوكامير من مواليد 26 يناير 2004 في بلجيكا، يشغل مركز وسط ميدان دفاعي، يعتبر من بين اللاعبين الأساسيين في تشكيلة فريق شارلوروا البلجيكي، ويقدم مستوى متميز جعله محط متابعة الكثير من الأندية الأوروبية. واستنادا لما أوردته أخيرا بعض المنابر الإعلامية البلجيكية، فإن إسماعيل بوكامير رفض اللعب للمنتخب البلجيكي لأقل من 20 سنة وفضل اللعب للمنتخب الوطني المغربي. إبراهيم دياز لاعب فريق ميلان الإيطالي من مواليد 3 غشت 1999 في مدينة مالاغا الإسبانية، من أم إسبانية تدعى باتريشيا دياز وأب مغربي ينحدر من مدينة مليليا يدعى عبد القادر مهند سفيال. تدرج إبراهيم دياز في الفئات الصغرى لفريق مالاغا الإسباني من سنة 2006 إلى 2013، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، وخاض معه 15 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها هدفين. سنة 2019 انتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني ومنه إلى ميلان الإيطالي، حيث يعتبر أحد أبرز نجوم الفريق. وسبق لإبراهيم دياز اللعب لمختلف الفئات العمرية للمنتخب الإسباني. واستنادا لما ذكرته أخيرا مجموعة من المنابر الإعلامية الإيطالية، فإن وليد الركراكي التقى إبراهيم دياز على هامش مباراة فريقه ميلان أمام توتنهام الإنجليزي مساء الثلاثاء 14 فبراير من 2023 في ملعب سان سيرو برسم ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. وسبق لإبراهيم دياز أن رفض دعوة اللعب للمنتخب المغربي مرتين، الأولى في عهد الناخب الأسبق هيرفي رونار، والثانية في عهد الناخب السابق وحيد خليلوزيتش.